يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو كده عايزة افكرك، لو الفيديو عجبك ما تنسيش تحطي لايك، تشتركي في القناة لو مش مشتركة، وتفعلي زر الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. النهاردة هنبدأ يومنا، هو تكملة للفيديو اللي فات. يعني الفيديو اللي فات نزل، هو كان على جزئين. انا كنت طبعا هعمله فيديو واحد بس لقيته هيكون طويل جدا، فانا قسمت اليوم في فيديوهين يعني. فده تكملة للفيديو اللي فات. بعد ما خلصت التنظيفات اللي كنت بعملها في المطبخ، بدأت بقى ان انا اعمل فطار. في اليوم ده كنا صايمين، وكنت مطلعة بقى كيس ملوخية متفرز في الفريزر. سامحوني وادعولي في نفس الوقت، علشان بجد البرد ده تعبني جدا طول الشتاء وانا عندي برد، فادعولي ربنا يشفيني. فزي ما بقول لكم كده، طلعت كيس ملوخية وطلعت فرخة، وهبتدي اعمل الفرخة النهاردة في الكيس الحراري. بشرت جزراية وحطيت في الكبة حبيتين طماطم وبصلتين وقرنين فلفل رومي، حطيتهم في الكبة، والجزراية بشرتها في المبشرة. دلوقتي هحط التوابل بقى، احط السبع بهارات ومعلقه روزماري اللي انا بوريها لكم دلوقتي، ومعلقه بصل بودره وتوم بودره وفلفل اسود، وهبتدي ادعكم، وملح طبعا. هبتدي ادعكم كويس قوي كده مع بعض لحد ما اخلي عصاره البصل والطماطم كده يندمجوا مع بعض وينزلوا. دول شويه بهارات فراخ. فهدعكم كويس قوي، وبكون غاسله الفرخه غسله معتبره، ونقعاها طبعا في خل وليمون، يعني مغسوله غسله تمام، وبكون مجهزاها. دلوقتي بقى هجيبها، والخلطة اللي انا بدعكها دي هبتدي اغلف بيها الفرخة كلها بره وجوه. انا هنا قطعت الجلد اللي على الصدر، علشان حابة الفرخة لما تخش الفرن اللحم نفسه يتحمر، مش بس الجلد هي اللي تتحمر واللحم لا. فعشان كده انا قطعت بايدي الجلد اللي على صدر الفرخة ده، وبدأت اشرحها كده، فتحتها من كل ناحية. شرحتها بالسكينة كده علشان ادخل التتبيله دي جوه الفرخه من جوه، بحيث ان اللحم بتاع الصدر من جوه يكون متطعم زي بره. وطبعا حطيت ما بين الجلد بتاع الوراك وما بين اللحم، وحشيت الفرخه من جوه برضو، يعني خليت التتبيله عليها دي بره وجوه، دعكتها بيها كويس قوي. وعلشان الم الرجول بتاعه الفرخه، رحت جايبه حته ورق فويل كده، برمتها ورحت لفاها على الرجلين زي ما انتوا شايفين. هنا بقى جبت الكيس الحراري، وهبتدي بقى ادخل فيه الفرخة وهربطه كويس جدا، وكل التتبيلة اللي موجودة دي على الصينية انا هدخلها برضو في الكيس تستوي، وبتتغمس مع الفرخة ومع الاكل. لما بتحط مع الرز بتبقى تحفة. تمام كده. زي ما قلت لكم اهو، احط التتبيلة كلها من جوه كده، بحيث ان هي تبقى اللي عايز. يعني لو انت مش هتعملي رز مع الفرخة لو مش هتعملي رز كليها بعيش، هتتغمس بعيش هتبقى تحفة. ولو انت عاملة رز وحطيتيها برضو على الرز، هي جميلة في كل احوالها بصراحة. فاي تتبيلة على الصينية هنحطها في الكيس. هربط الكيس دلوقتي كويس جدا. هو الكيس اتقطع معايا من الجنب كده قطع بسيط، بس من بره يعني من الحتة اللي انا هربط منها. فده القفل بتاع الكيس اللي بيجي معاه، هربطه كويس جدا. وهبتدي افتح فتحة بالمقص علشان البخار اللي هيخرج من الكيس ما يخليش الكيس يفرقع في الفرن. فده كده الفتحة دي بتخلي البخار يخرج من الكيس والفرخة تستوي. انا بحط الصينية على فرن درجة حرارة 200 او اكتر، على الصاجة من تحت، يعني على الصاجة اللي هي الملامسة للنار على طول. فضلت الفرخة في الفرن تقريبا ساعة، طلعت مستوية وزي الفل. دلوقتي انا هعمل رز زي اللي بنعمله لخلطة الحمام. فرمت بصلتين، حطيت مكعب مرق وملح وفلفل اسود والسبع بهارات، وهدعكم بايديا كويس جدا. وهنا غسلت نص كيلو رز، وهقلبه في البصلة دي ني في ني كده مع بعضه.
وهبتدي ارفعه على البوتاجاز، احط شوية زيت ومكعب زبدة. ومعلش سامحوني بقى لو قلقتكم بالكحة بتاعتي، ادعولي ربنا يشفيني. دلوقتي حطيته على البوتاجاز، وهحط شوية زيت زي ما قلتلكم ومكعب زبدة، وهقلبهم كويس قوي. يعني هفضل اشوح فيه كده لحد ما الرزاية كده تخرفش وتكون امتصت المادة الدهنية كويس وتشوحت حلو مع البصلة. وهبتدي بقى انزل بالمية بتاعتي، طبعا مية مغلية، لو عندك شوربة هتزودي بيها عادي جدا. وطبعا راعي ان الرز، اي رز فيه بصل هتعمليه حاولي تخلي المية اقل من المقدار بتاع الرز العادي اللي هو السادة اللي من غير ولا حاجة. لان البصل لما بيكون كتير في الرز، او انت تكوني حاطه بصل في الرز، البصل ده بيبقى فيه نسبة مية. لو انت كترتي المية في الرز ده هتلاقيه عجن معاكي. فاي رز انت هتحطي فيه بصل راعي ان تكون المية قليلة شوية عن الرز العادي. كده خلاص. غطيت عليه، والمية لما اتشربت انا وطيت على الرز ونقلته على عين البوتاجاز اللي ورا. دلوقتي شوية شوربة حطيت فيهم بعد ما غليوا فصين توم مهروسين، ونزلت الكيس الملوخية اللي متفرز ده وهو متلج كده، يعني كان جزء فك منه وجزء لسه، وقلبتهم بالمضرب كده لحد ما فك خالص. وشوية الرغاوي دول بقى بشيلهم انا كده بالكبشة وبرميهم، ما بخليهمش. ودلوقتي بقى هجيب طاسة هحط فيها بقى عشان نعمل الطشة. هي دلوقتي كده الملوخية يعتبر جاهزة، متبقي بس الطشة اللي انا هحطها عليها. دلوقتي هحط في الطاسة شوية زيت. حابة تحطي سمنة حطي، بس انا بحاول اقلل من موضوع السمنة والزبدة ده عشان ايه؟ موضوع الكوليسترول اللي عندي. تمام. حطيت شوية زيت. وهحط دلوقتي برضو حوالي 4 5 فصوص توم مهروسين. طبعا عندي التوم متفرز، ومعلقة كزبرة كبيرة. هنا طبعا هتحسوا ان اللون بتاع التوم خد لون زيادة، لان ساعتها التصوير كان فصل والستاند كان هيقع، فعلى ما اتدورت اعدله كان خد لون غامق شوية، بس كان طعمها جميل وما كانش فيها يعني اي طعم محروق ولا حاجة. بس هنا طفيت على الاكل بقى، كان استوى، والفرخة كنت طلعتها من الفرن، وكمان كان المغرب جدا. فزي ما انتم شايفين كده الفرخة يعني ما شاء الله خدت لون حلو، بس ما اتحمرتش قوي، لان طبعا زي ما قلت لكم في اليوم ده كنا صايمين وكان المغرب جدا، فكنا عايزين بقى نحط ناكل، ما استنتش ان هي تاخد لون اكتر من كده. وبوريكم دلوقتي ان هي كانت ما شاء الله مستوية وزي الفل، يعني مستوية كمان جامد ما شاء الله. بس وفرغت بقى ساعتها وحطينا العصير. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون يعني استفدتوا منه، طلعتوا منه بأي معلومة، وكون ضيفة خفيفة عليكم. دي كانت الطبلية بتاعتنا، السفرة كده الجميلة المحندقة. حطينا الأكل وحطينا العصير. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.